لو مش عايز يتنصب عليك ولا تعيش أسوأ تجربة في أوروبا خصوصا في بولندا، الفيديو ده مهم ليك. قبل ما نكون مكتب بيساعدك تسافر وتحقق حلمك، احنا كنا طلاب زيك، عدينا بنفس القلق، نفس الخوف، ونفس السؤال: هل أول خطوة هتكون صح ولا هتضيعني؟ والحقيقة ساعتها ما لقيناش حد يمشي معانا بجد. مفيش شرح كفاية، مفيش طمأنة، مفيش حد يفضل موجود لما الأمور تتعقد. من هنا اتعملت خطوة، مش كمكتب بيبيع قبول وخلاص، لكن كنظام كامل معمول عشان الطالب ما يتسابش لوحده. اشتغلنا بمعايير واضحة وسيستم حقيقي من أول ما اتكلمنا وانت في بلدك لحد السفر، ولحد ما تستقر وتبقى واقف على رجلك. فرع مصر معاك في كل التفاصيل: ملفك، أوراقك، تجهيزك، ومتابعتك خطوة بخطوة. ووجودنا في تركيا على الأرض استقبال، سكن، إقامة، ودعم حقيقي لحد ما تطمن. ودايما كنتوا بتسألونا ليه خطوة في تركيا بس، وليه مفيش بولندا؟ والإجابة كانت دايما واحدة: احنا مش بنوسع وخلاص. أي بلد بندخلها لازم تكون فيها نفس المعايير: أمان، سيستم، ووجود حقيقي جنب الطالب، ونفس الكفاءة اللي بنقدمها في تركيا. والنهاردة نقدر نقولها بثقة: احنا قدرنا نوفر المعايير دي في بولندا. مش تجربة جديدة على الطلبة ولا مغامرة غير محسوبة، لكن بنفس عقلية خطوة اللي نجحت في تركيا، وبنفس تنظيم من مصر، وبنفس المتابعة على الأرض في أوروبا، ومع شخص عايش التجربة بنفسه، طالب سابق في بولندا ومستشار تعليمي فاهم السوق من جوه، أحمد بركات. لو بتفكر تدرس في أوروبا، خليك متابع خطوة خطوة بقت موجودة في هولندا. وفي الفيديوهات الجاية هنشارك كل حاجة محتاج تعرفها قبل ما تسافر عشان تاخد قرار محسوب مش عشوائي. اعمل لنا فولو وابعت الفيديو ده لأي حد مهتم ببولندا أو التعليم في أوروبا، يمكن يكون سبب في أول خطوة صح. باي.